عملت اجمل حواوشي اسكندراني في البيت بطريقه سهله وبسيطه. ده الحواوشي اللي احنا فرزناه، وسريعا كده هقول لكم الطريقه: فلفل الوان وبصل وفلفل اسود وشطه وبهارات ماجي، 3 اكياس على كيلو ونص اللحمه، و3 حزم او 3 ربط بقدونس متقطع صغير كده. وابتدي اقلب كل الكلام ده كله مع بعض كويس، وابتدي اقطع القطع، ونعمل العيش بقى الجميل، طعم جميل جدا جدا في البيت. كيلو دقيق، باكيت خميره، معلقتين سكر، معلقه صغيره ملح، ونقلب ونحط 3 4 معالق زيت، ونبتدي ان احنا نقلب الزيت اسفه، نقلب الدقيق مع الماده الدهنيه، ونرفعه كده لفوق، ندخل الهواء كده في الدقيق بتاعنا عشان نتيجه العيش تطلع روعه في منتهى الجمال. تمام. وهنشوف مع بعض بقى الحواوشي دوت. انا جبت لكم مقطع من الفيديو، كنت بفرز. تمام. كنت مفرزاه. هنا طبعا 3 كوبايات ميه دافيه، وهننزل بيهم على الدقيق. الدقيق فيه ايه؟ فيه خميره وسكر وملح وزيت فقط لا غير، والكميات زي ما هي موضحه في الفيديو. هنقلب كده الدقيق مع الميه. خد مني بالظبط 3 كوبايات ميه دافيه. كيلو الدقيق عامه بياخد 3 كوبايات سوائل. نبتدي كده نعجن بقى العجينه بتاعتنا كويس بالشكل دوت، وبسيبها ترتاح حوالي دقيقه. وبكرر العمليه دي مرتين، من مره لمرتين، وانا بعجن اي حاجه بتدي نتيجه هايله للعجينه. البوكس المتين، وننزل على رشه دقيق على الرخامه، ونبتدي نقطع العجينه بتاعتنا كده. كيلو دقيق بيعمل معايا 10 ترغيفه، مقاسهم حلو جدا، مقاس 20. تمام. هو كده يعتبر القطعة الواحدة رغيف فوق ورغيف تحت. احنا بنقطع قطعة كبيرة، تفرد معانا الرغيفين على طول مرة واحدة. ده كده الحواوشي طالع من الفريزر وسبته يفك تماما تماما، يعني انا عاملاه من قبل رمضان. طلعناه كده في حوالي 14 رمضان او 13 رمضان. هنحط قطعة اللحمة في قطعة العيش بالشكل ده، ونبتدي بقى نقفل كده عليها العجين في قطعة العجين بالشكل ده. بس كده. بزيت بقى او بزبده تقدري تفردي القطعه دي كده، تعملي رغيف الحواوشي بطريقه سهله وبسيطه. لو هتعمليه هتسويه في الفرن، حطي حبه البركه وسمسم. لو هتسويه على الطاسه بلاش حبه البركه وسمسم، هيقعوا كتير وانتي بتسوي، وبنقلب العيش يمين وشمال. بنقلب العيش فوق وتحت قصدي. فمش هينفع تحطي سمسم وحبه البركه، هيقع منه كتير. تمام. فالافضل لو انت هتسويه على الطاسه تحطي حبه البركه وسمسم. لأ آسفة، العكس، لو أنتِ هتسويه في الفرن حطّي سمسم وحبّة البركة، الصيام عامل عمايله. لو أنتِ هتسويه على الطاسة ما تحطّيش سمسم ولا تحطّي حبّة البركة، وبيبقى طعمه على فكرة حلو جدًا، جدًا، وبندهنه كده بالزبدة وإحنا بنسوي. فالزبدة بتدّي العيش بتاعنا طعم روعة. كمان بقى يا ريت لو عندِك قطعة ليّة أو قطعة طرب، وتحطيها كده تسوي بيها العيش، بتبقى فظيعة وطعمها حلو جدًا، جدًا. أو تبشري كمان الليّة أو الطرب على اللحمة بتاعة الحواوشي. هنا رشيت كده رشة السمسم، وزي ما انتم شايفين انا بضغط في النص وبعد كده الحروف. تضغطي من النص وتطلعي على بره عشان يطلع معاكي اللحمة متوزعة صح في العيش من جوه. اول حاجة بتضغطي في النص وبعد كده بتطلعي على بره. عملنا انا هنا هسوي فرن، وسويت كمان في الطاسة، بس انا بفضل تسوية الطاسة. بحس ان العيش طالع طري وطعمه حلو قوي قوي صراحة على الطاسة فوق. واحط زبدة كده وبظبطه على الطاسة فوق، واللحمه بتبقى من جوه جميله ومتظبطه معانا. زي ما قلت لكم التركات اللي هتطلع معاكي العيش حلو هي: اضغطي اللحمه من النص على الحروف، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم.